السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة فيسيرا كويزين. اليوم راح نسافروا مع بعض إلى قلب تركيا باه نذوقوا واحدة من أشهر أكلاتها التقليدية، فطيرة الغوزلام التركية بعجينة خفيفة وحشو بنين. يلا نبدأ الرحلة ونعيشوا الجو التركي مع بعض. بالنسبة للمقادير نحتاج للعجينة 400 غرام فرينة، ملعقة ملح صغيرة، كاس ماء دافئ. أما بالنسبة للحشو نحتاج سلق، فيونداشي، بصلة، معدنوس، فرماج، قليل من الملح، فلفل أسود. والآن نروح لطريقة التحضير. نبدأ بالعجينة، نخلط الفرينة مع الملح ونبدأ نضيفه في الماء بالتدريج حتى نتحصلوا على عجينة تكون طرية. بعد ما لميناها بالماء نعجنها حوالي 8 دقائق. في هذه المرحلة لازم نعجنوها مليح حتى نتحصلوا على عجينة تكون طرية وملساء. الآن في هذه المرحلة ندهنوا يدينا بشوية زيت ونخليوها ترتاح من نصف ساعة إلى 45 دقيقة. درك في هذا الوقت نحضروا مع بعض الحشو. أول حاجة نبدأ بها في مقلاة نديروا شوية زيت مع شوية زبدة، نسخنوهم جيدا، من بعد نزيد عليهم البصلة نخليهم يتقلوا مليح. ومن جهة أخرى بالنسبة للسلق لازم نطيبوه وحده مع شوية زبدة ونخليه حتى يذبل، وبعد ما يطيب السلق ويذبل لازم نصفيه تماما من الماء اللي فيه. هنا بعد ما تقليت البصله شويه نزيدوا عليها الفيونداشي مع فلفل اسود وشويه ملح. هنا الملح نديرو غير شويه باسكو كما تعرفوا ديجا السلق راهو حامض ومالح. درك بعد ما طاب الفيونداشي نضيفوا لها المعدنوس ومن بعد نخلوها تبرد باه نزيدوا السلق. بالنسبه للسلق بعد ما يطيب لازم نصفيه مليح من الماء اللي فيه. الان نرجعوا للعجينه بعد ما خليناها ارتاحت مده نصف ساعه. نقسموها الى كرات متساويه. انا درت حجم كل واحده 130 غرام باه يجوا نفس الحجم. بالنسبه للحجم تتحكموا فيهم نتوما كما تحبوا، اللي يحبهم شويه صغار يديرهم 100 غرام فقط. في هذه المرحله ايضا لازم نخلوهم يرتاحوا على الاقل 15 دقيقه باه نجي نفتحوهم ما يتعبوناش. الان نبداو نفتحوا في العجينه نتاعنا، نفتحوها مليح، لازم تكون رقيقه. والآن نضع الحشو في نصف العجينة ثم نضيف قطع من الجبن، من بعد نغطيها بالنصف الآخر ونغلق الأطراف جيدا كما موضح في الفيديو. بالنسبة للحشو لازم يكون ناشف. درك باه نطيبوها لازم تكون المقلاة أو طاوة مثل الصقش. هنا لازم نسخنوا الطاوة من قبل جيدا ونمسحوها بشوية زبدة وتكون على نار متوسطة. كي تشوفيها تحمرت من تحت نقلبوها على الجهة الأخرى. وهكذا نكون وصلنا إلى نهاية وصفتنا اليوم. كانت هذه رحلتنا اليوم إلى المطبخ التركي. الغوزلام وصفة سهلة بسيطة وغنية بالأذواق. جربوها وشاركوني رأيكم في التعليقات، ولا تنسوا دعم القناة بالاشتراك وتفعيل الجرس باه يوصلكم كل جديد. نشوفكم في وصفة قادمة إن شاء الله. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم.